يا مساء الفل على احلى واجمل متابعين سفرة سهير. هنعمل النهارده البسبوسه المكرمله على طريقتي بطريقه سهله جدا وهتعجبكم. بصوا بجد البسبوسه دي بسبوسه مكرمله لكن طعمها تحفه. لو انت عملتيها هتعجبك جدا. يا ريت تجربيها وتكتبي لي في التعليقات. بصوا هقطع كمان حته معاكم واوريكم قد ايه البسبوسه بتاعت المكرمله متماسكه وطعمها دايب دوب. بصوا بجد تحفه. انا حبيت اقطع معاكم واحده كده واوريكم الترميله بتاعتها. يلا نقول مع بعض المقادير. عندي نص كيلو دقيق بسبوسه سايب، ونص معلقه بيكنج باودر، ونص معلقه فانيليا. عندي كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سمنه، معلقه عسل كلوكوز كبيره، 3 معالق جوز الهند، وعندي كوبايه الا ربع سكر. هنستبدل جوز الهند لو انت هتضيفيه على دقيق السميد هتشيلي 3 معالق كبار من النص كيلو. 3 معالق كبار دقيق سميد هنحط بدلهم 3 معالق جوز الهند. ضفت بقى السكر، خدت منه مثلا ربع، يعني ربع الكمية اللي هي كوباية الا ربع، والباقي هنعمله بقى في الكراميل. جبت بقى كل المواد الجافة بدأت أحطها في البولة بتاعتي. حطينا الدقيق السميد، وحطيت الثلاث معالق جوز الهند، ونص معلقة البيكنج باودر، ونص معلقة الفانيليا، وضفنا حوالي ربع كوباية السكر. سيبنا بقى المواد الجافة مع بعضها كده، هنشيلهم على جنب. هنبدأ بقى نعمل الكراميل بتاعنا. جبت بقى باقي السكر اللي احنا حطيناه اللي هو من الكوباية الا ربع، اتبقى مثلا حوالي نص كوباية. ضفت عليها معلقة عسل كلوكوز كبيرة ورفعتهم على النار. بدأوا كده لغاية ما يبدأوا يسيحوا وانا بقلب فيهم لغاية ما يديني اللون الكراميلي المظبوط. بنقعد نقلب، ما بنسيبش الاسباتولا من ايدينا واحنا بنقلب لغاية ما القوام بتاع السكر يدوب خالص. بصوا بدأ اللون بتاعه يتغير، بدأ ياخد اللون اللي هو ايه اللون الذهبي لغاية ما يتكرمل معايا خالص. وانا برضو بقلب فيه يعني تقليب مستمر. بعد كده بكون مجهزة نص كوباية اللبن. مش هحط الكوباية الا ربع كلها، هاخد نص كوباية اللبن. وهبدأ بقى اوطي النار على نار هادية جدا بالراحة واحنا بنقلب، عشان طبعا اللبن بيبقى عامل فوران. وببدأ برضو اقلب كده لغاية ما احط نص كوباية اللبن كلها وانا برضو بقلب فيه. بعد كده هنقلبهم لغاية بقى ما الكراميل يفك خالص معايا يبقى بالشكل دوت. خلاص بعد ما هو يعني خلاص خلصته ونزلته من على البوتاجاز. بدأت أضيف جزء من السمنة، حوالي مثلا 3/4 من الكوباية، وهخلي برضو ربع، يعني الربع الكوباية التانية بتاعت السمنة. هنشوف برضو يعني خطوة خطوة مع بعض. يبقى أنا ضفت باقي اللبن اللي هو كان متبقي من الكوباية ربع كوباية، ضفتها على الخليط ده، وضفت 3/4 اللي هي الكوباية بتاعت السمنة، خدت جزء منها وخليت الجزء التاني. الجزء التاني بدأت أضيفه على المواد الجافة بالشكل دوت. قعدت أبس بقى في الدقيق البسبوسة بكل المكونات اللي كانت جافة موجودة معانا بالشكل دوت. يبقى انا حطيت في الكراميل بتاعي بعد ما احنا شلناه من على النار. حطيت 3/4 كوباية السمنة، شلنا منها جزء بسيط عشان اعمل بيه دقيق البسبوسة بالشكل دوت. وحطينا برضو الربع كوباية اللبن اللي كانت متبقية على برضو الكراميل. سبتهم لغاية ما هديوا خالص بردوا تماما. وبعد كده بدأت بعد كده قلبت البسبوسة بالشكل دوت. جبت بقى صينية مدهونة بطبقة سمنة كده اهو بالشكل دوت، وهفرد عليها البسبوسة. لو انت عندك كيس حراري وحابة ان انت مثلا هتعمليها عشان تبيعي مثلا او بتطلعي شغل وكده، اعمليها بكيس اللي هو الكيس الحراري. وبعد كده تفردي عليها الخليط بتاع البسبوسة، بتطلع معاكي حلوة جدا وما بتلزقش في الصينية ولا اي حاجة. بعد ما انا عملتها وخبطتها كده خبطتين خفاف، جبت بقى المكسرات اللي عندي. كان عندي شوية لوز بالشكل دوت. بدأت ارصها على الصينية. لو انت حابة تعمليها سادة تمام، حابة تحط لها لوز او بندق، اي مكسرات متوفرة عندك تمام. انا حبيت بقى ارصها بالشكل دوت وبضغطها يعني بنحاول ان احنا نضغطها عشان المكسرات بتاعتنا لما نيجي نزقيها بالشربات ما بتاخدش بقى بعد كده ان يعني بعد كده ما ترفعش معانا المكسرات دي وتلاقيها طلعت من البسبوسة. حطيت بقى شوية بندق بالشكل دوت وبدأت اسوي الوش بتاع البسبوسة كده بايدي، بكف ايدي بالراحة.
بعد كده هادخّلها على درجة حرارة 200 بتقعد عندي حوالي تِلت ساعة. بدأت أعمل الشربات وهي في الفرن، عشان لازم يكون الشربات سُخن والبسبوسة طالعة سُخنة. جِبت كوباية وربع من السكر، وحطيت كوباية وربع مَيّة، ومعلقة عسل كلوكوز، رفعتهم برضه على النار لغاية ما بدأوا يغلوا. بدأت أضيف بقى يعني عصرة ليمونة وشوية فانيليا، وبعد كده برضه باضيف معلقة سمنة، عشان نسقي بيهم بقى البسبوسة أمّا تكون بقى تطلع على طول عندي من الفرن. هي كده طلعت عندي من الفرن، بدأت بقى أسقي البسبوسة بتاعتي. بُصّوا البسبوسة أمّا تلاقيها بتشرب معاكِ كل كمية الشربات، اتأكدي إن دي البسبوسة بتاعتِك دي ناجحة 100%. هي هتاخد معايا كل الشربات اللي أنا عملته لها. بعد ما بنخلّص كل كمية الشربات بتاعتنا، بنسيبها بقى لغاية ما تبرد، وبعد كده نبدأ نقطّعها مع بعض ونشوف بقى جمال البسبوسة المكرملة بتاعتنا. يا ريت لو وصلتِ معايا لغاية دلوقتي في الفيديو، يا ريت ما تنسيش بقى تشجعيني باللايك والاشتراك لو أنتِ أول مرة ما اشتركتيش معانا على القناة. بُصّوا هي بردت وبدأت أقطّعها. بُصّوا بجد هي جميلة جدًا وكانت طعمها تحفة، يا ريت كلكم تجربوها. بُصّوا قطعتها بجد طالعة يعني تحفة. بُصّوا بقى البسبوسة بتاعتنا التحفة الجامدة دي النهارده، بجد لذيذة جدًا. كمان هاقطع كده معاكم قطعة وتشوفوا هي قد إيه متماسكة. بُصّي بجد تحفة. يا ريت تجربوا البسبوسة بتاعت النهارده وتكتبوا لي في التعليقات. اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يحط اللايك والاشتراك ويفعل الجرس.